دي نسخة ميني كانتري مان الجديدة. حصلت تعديلات على تصميم العربية كله الخارجي. فوانيس الأمامية كلنا عارفين إن هي كانت راوند، دلوقتي بقت سكوير. وحصلت تعديلات تانية على أبعاد العربية زادت قاعدة عجلاتها بحوالي 22 ملم، وده ادى مساحة كبيرة للصالون أكتر من الجيل اللي قبل كده، والعربية ارتفعت عن الأرض عن الجيل اللي قبل كده. والتعديلات التانية اللي حصلت على الفوانيس الخلفية للعربية، العربية بقت الفوانيس بتاعتها انيميتد اكتر، وبقت فيها شوية انيميشن كده بتحصل في الفوانيس، سواء الاشارات بتتحرك وبيبقى فيه سهم طالع لليمين او للشمال، وفي كمان الاضاءة بتختلف مع الفرامل بتاعت العربية. والتصميم بتاع الفوانيس الخلفية اختلف كتير عن الجيل اللي قبل كده، بقى شكله احلى بكتير. دي بقى للتعديلات الكبيرة اللي حصلت على التصميم الداخلي لميني كانتري مان الجديدة. كل حاجة تقريبا اتغيرت في العربية. الشاشه الاماميه بتاعت شاشه الاعداد اولا اختفت، ما بقتش موجوده، استبدلوها بهيد اب ديسبلاي موجود في كل الفئات اللي موجوده لميني كانتري مان. الشاشه اللي في النص طبعا اختلفت، الديزاين بتاعها بقت فريمليس، بقى شكلها شيك، حجمها بقى اكبر، بتستعرض كل الاوبشن اللي موجوده في العربيه، سواء الانفوتيمنت سيستم، سواء العدادات، سواء كل حاجه انت عايز تستخدمها او كنت بتستخدمها في شاشه العدادات اللي موجوده ورا الدريكسيون، استبدلوها وبقت موجوده في الشاشه اللي في النص. وطبعا الهيد اب ديسبلاي بقت دي فيها العدادات بتاعت السرعه، وبتجيب لك كل الاوبشنز اللي انت موجوده في الشاشه دي. كانتري مان الجديده بتيجي بثلاث نسخ بنزين ونسخه كهرباء. الثلاث نسخ بنزين كانتري مان السي بتيجي بموتور 1500 تربو بيطلع 154 حصان. نسخه الاس بتيجي ب 2000 تربو بيطلع 204 حصان. والنسخه الثالثه الجوني كوبر ووركس بتيجي بموتور 2000 تربو بس ده بيطلع 300 حصان. اما النسخه الكهرباء فهي هتيجي، بس لغايه دلوقتي ما نعرفش معلومات عنها غير مدى السير بتاعها، وهو حوالي 485 كيلو متر.